يا ترى ايه اللي بيحصل جوه جسمك لما بتاكل السكريات؟ الاول لازم نكون فاهمين كويس ان المقصود بالسكريات هنا مش بيقتصر على السكر الابيض اللي هو سكر الطعام، ولا على المواد المسكره اللي هي الحلويات، لان الاثنين دول بيعتبروا من السكريات البسيطه. ولكن في مواد تانية زي النشويات دي بتعتبر سكريات معقده، يعني على الرغم ان حضرتك ممكن تاكلها حاجه على الغداء، ولكن هي في التركيب الكيميائي المعقد بتاعها مكونه من سكر. المهم ان الجسم بتاعنا بياخد كل السكريات دي ويبدا ان هو يكسرها لصوره واحده بسيطه، الا وهي سكر الجلوكوز، وهي دي الصوره اللي الجسم بتاعنا بيقدر يتعامل معاها. ولما سكر الجلوكوز ده يدخل الجسم ومستواه يبدا يعلى في الدم، هنا بيجي دور البنكرياس اللي بيطلع لنا هرمون الانسولين. هرمون الانسولين وظيفته ان هو يطلع الدم ويقلل مستوى السكر مره ثانيه، والانسولين بيشتغل عن طريق ان هو بيلف على خلايا الجسم ويخبط على الباب بتاعها، ويقول للخلايا بعد اذنك احنا عندنا سكر كتير مرمي في الدم، هل ممكن تدخليه جوه وتستخدميه في حاجه مفيده بدل رميته في الشارع كده؟ وبالفعل الخلايا بتبدا تسمع كلام الانسولين وتفتح الابواب بتاعتها وتدخل السكر من الدم جوه الخليه، وده علشان تستخدمه في تصنيع الطاقه. وبكده احنا بنقلل مستوى السكر في الدم مره ثانيه، يعني السكر طلع مفيد للجسم والجسم بيستخدمه علشان يصنع الطاقه بالظبط كده. الجسم بتاعنا بيعتمد على الجلوكوز كمصدر اساسي لتصنيع الطاقه، ولكن ده بيحصل لما تكون الدنيا ماشيه بشكل طبيعي وكل عنصر عارف دوره وبيقوم بيه. اما بقى لو حصل لخبطه في القصه اللي احنا شرحناها من شويه، هيحصل لخبطه في مستويات السكر والشخص هيتحول لمريض سكر، وده اللي هنعرفه في الفيديوهات الجايه. وبس كده، انا دكتور مصطفى فرحانه، والمحتوى ده بيقول انه هادف. سلام.